هو دلوقتي أنا اضطريت إن أنا أقدّم على جامعة، ودي الجامعة الوحيدة اللي أنا لازم أروح لها، بس هي مكلفة جدًا وغالية. هو أنا مضطر إن أنا أروحها؟ لأ مش مضطر. هاقول لك إزاي. أنت لو قدّمت على جامعة وكُلّه تمام وأخدت الI20 وأنت المصاريف بتاعتك ممكن تتكلم في $40,000 في السنة مثلًا. طبعًا ده كتير جدًا وأنت مش هتقدر تشتغل أو تقدرش أنت أصلًا تدفع المصاريف دي. فعندك حلين. بس كل ده لازم بعد ما تاخد الفيزا. once أنت أخدت الفيزا ودخلت البلد تقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها. وأنت قبل ما تروح الكلية بيبقى معاك شهر، الشهر ده قبل ما الترم بيبدأ. في الوقت ده أنت ممكن تقدم على أي حاجة أرخص وتقدر تروح لها عادي. يعني أنت مش مستك في الجامعة دي. وصدقني في حاجات رخيصة جدا وكويسة كمان. بس لازم تقدم صح وتعرف أنت رايح فين. من الآخر لازم يكون عندك خطة، أنت فعلا رايح فين وإيه الخطة اللي بعد كده وهتخلص إمتى وهتروح فين وهتدرس إيه. كل الكلام ده لازم يكون متنسق. عشان كده أنا باقعد معاك وبنتكلم مع بعضينا، المكالمة اللي إحنا بنتكلموها دي بنفهم كل حاجة وبنعمل خطة لقدام. بس ولو أنت جاهز تقدر تكلمني على طول.